اتولد خالد بن الوليد سنة 592 ميلاديا، حوالي 30 قبل الهجرة، في مكة، في بيت من أعرق بيوت قريش، بيت بني مخزوم. أبوه كان الوليد بن المغيرة، وكان من أعيان قريش. من صغره اتربى على الفروسية وركوب الخيل والحرب، وكان معروف بشجاعته وقوته وذكائه. في أول عمره ومع بداية ظهور الإسلام، خالد كان من أشد معارضي الإسلام. شارك مع قريش في بعض الغزوات ضد المسلمين، أبرزها غزوة أحد سنة 3 هجريا، وكان ضمن فرسان قريش الميمنة. واستغل تذبذب الرماة ونزول بعضهم من مواقعهم، وهاجم المسلمين من الخلف، وده كان سبب كبير في كسر ظهر القوات الإسلامية وقتها. لكن القصة ما فضلتش كده. بعد أحداث كتير وتأمل في واقع الدعوة وعلو شأن المسلمين، قرر خالد يغير وجهته. المصادر بتقول إنه أسلم بعد صلح الحديبية في حوالي سنة 7 إلى 8 هجريا. بعد إسلامه انقلب كليا من محارب للإسلام لقائد من أكبر قادة المسلمين، وبدأ دور التاريخ الحقيقي. أول اختبار حقيقي له كقائد مسلم كان في معركة مؤتة سنة 8 هجريا، لما قتل القادة الثلاثة للجيش الإسلامي، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. فتركت القيادة لخالد، مع إن الجيش كان أقل عدد منهم وبعدد محدود. خالد قدر ينظم انسحاب مرتب وتنظيم للجيش ينقذهم من الهزيمة. الموقف ده خلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه لقب سيف الله المسلول. بعدها جاله أكبر عمل، فترة حروب الردة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض القبائل اللي كانت دخلت الإسلام وقعت في الارتداد، فكان لزاما على الخليفة أبو بكر الصديق أن تعاد وحدة الجزيرة تحت الإسلام. من معارك الردة معركة بوزاخة، كان فيها 6000 من مقاتلين المسلمين ضد 35,000 من المتمردين، وكان الانتصار للمسلمين بسهولة نسبيا، وما كانش فيه خسائر تذكر في صفوف المسلمين. بعد ما استقر الوضع في الجزيرة، جاء دور الفتوحات الكبرى خارجها، بداية من العراق حسب توجيه أبو بكر. أول سلسلة معارك مهمة كانت ضد الفرس والمسيحيين. بعد كده ومع استقرار الأوضاع في العراق، انطلق خالد مع فرسانه والجيوش الإسلامية صوب بلاد الشام. وفي الطريق فتحت مدينة بصرة، كانت أولى المدن الكبيرة اللي وقعت تحت السيطرة الإسلامية في الشام. ومع التقدم السريع، وصل الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد إلى مواجهة إمبراطورية عظيمة، الإمبراطورية البيزنطية. وجاءت معركة اليرموك، أخطر وأعظم معارك خالد بن الوليد حسب بعض المصادر. دخل فيها حوالي 36 ألف مقاتل مسلم، مقابل ما يقارب 200 إلى 250 ألف مقاتل بيزنطي. خالد قدر بخطة ذكية يفصل مشاة الروم عن خيلهم، وركز الضرب على المشاة بدون دعم من الخيالة، وبدأ الهجوم الفعلي. الهزيمة في اليرموك كانت فاصلة، هي اللي فتحت أبواب الشام بالكامل أمام المسلمين. بعد المعركة دي استقر الأمر، الشام كلها اتفتحت تقريبا في قبضة المسلمين، وبدأ تنظيم البلاد. كفاح خالد ما كانش فقط بالحرب، كان بذكاء تكتيكي واستراتيجيات غير معتادة على التوقيت ده. دراسات عسكرية كتير تعتبر معاركه، خصوصا في العراق، رغم كل الانتصارات والفتوحات، حصل شيء مهم في حياة خالد. لما تولى الخلافة عمر بن الخطاب بعد موت أبي بكر، عمر قرر أن يعزل خالد من قيادة الجيوش في الشام. السبب حسب الروايات إن الناس بدأوا تنسب الانتصارات كلها لخالد بدل الله، وفي خوف من الفتنة. بعد العزل، خالد عاش حياته في الشام وتقل نشاطه العسكري. بعد فترة مرض وتوفى سنة 21 هجريا. في اختلاف على مكان الوفاة، مدينة حمص أو المدينة، لكن الأرجح إنه توفى بحمص حسب الروايات. لما جه سكرات الموت قال: ما كانت في الأرض ليلة أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو، كناية عن تمني الشهادة. بعد ما مات بكى عليه كثير من الصحابة
وعمر نفسه قال إن في وفاة خالد كانت خسارة عظيمة للدولة الإسلامية. وفي النهاية قصة خالد بن الوليد مش مجرد تاريخ عن معارك وفتوحات، ده قصة حياة فيها درس لكل واحد فينا: الإيمان والشجاعة، العقل والصبر على الصعاب، كلها عناصر ممكن تخلي الإنسان يحقق المستحيل. لو حبيتوا الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من حلقاتنا. وكمان قولوا لنا في التعليقات ايه اكتر حاجة شدتكم في حياة خالد بن الوليد.